يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. بكرة الصبح إن شاء الله أول يوم في الدراسة، بكيلو واحد دقيق هنعمل أحلى معجنات، هنعمل أحلى بسكوتات، هنعمل بطاطس نفرزها عشان اللانش بوكس الصبح. مش حاجات يوم بيوم كده وكل يوم بقى نقعد نفكر هنعمل إيه النهاردة، لأ ده احنا هنعمل شوية حاجات نحطهم في الفريزر تريح دماغنا من اللانش بوكس خالص. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. يلا بينا إن شاء الله نشوف الجمال ده كله بكيلو واحد بس دقيق. كيلو واحد يا ام عمر، هو كيلو واحد بس دقيق. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه. الف انا وشفا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. ازيكم إخواتي وبناتي الغاليين؟ يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. كل سنة وإنتم طيبين وأولادنا طيبين. ربنا يذكرهم ويوفقهم ويصلح لهم الحال والأحوال يا رب العالمين. النهارده حبايبي انا جايبه شويه مشتروات كده خفيفه بسيطه خالص. ده كيلو دقيق، علبه مربى، علبه جبنه، 3 كيلو بطاطس زي ما انتم شايفين كده متقشرين متقطعين حطاهم في ميه على ما نشوف احنا هنفرزهم ازاي. هنمسك واحده واحده حاجه حاجه في ثواني كده، هنعمل كذا حاجه من غير ما نحس. هنا هنبدا في حاجه حاجه ونخلصها علشان مفيش تفصيله تقع مننا ونشوف احنا عملنا ايه. هنبدا بالبطاطس عشان البطاطس هنسيبها تتفرز على ما نخلص كل حاجتنا دي. طبعا البطاطس مغسوله ومتقطعه واتصفت. هنا ميه مغليه حطيت فيها فنجان خل ومعلقه ملح بس كده، مش اكتر من كده. هنحط فيها البطاطس. طبعا الميه دي اتغلت، يعني فرقت كده وقلبت كده معاك في الغليان، مش نملت بس. حطينا فيها فنجان خل ومعلقه الملح والبطاطس بتاعتنا المغسوله المتقطعه اللي جاهزه على التحمير. مجرد ما تنمل معانا وتبقى قايمه على غليان تاني، هنروح شايلين البطاطس ونحطها على فوطه قطن لحد ما تتصفى وتبرد ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. هنا انا بقول لكم بصوا، هنا بتنمل قايمه عايزه تغلي تاني. احنا مش هنسيب البطاطس تغلي، تمام. احنا مجرد ما هتبقى الميه عايزه تقوم تغلي تاني، هنروح رافعين البطاطس بتاعتنا اهو. مش فيش حاجه اسمها نص سوا، لا احنا عايزينها بس تاخد صدمه حلوه بتاع 4 5 دقايق في الميه المغليه، وما نسيبهاش ان الميه تغلي عليها. احنا مش هنسلقها. بصوا حبايبي، هنا بالمصفى رفعت البطاطس، صوابع البطاطس من الميه المغليه على فوطه قطن لحد ما تتشرب. نسيبها زي ما انتم شايفينها كده، اهي نفردها لحد ما تبرد خالص. بصوا انا هوريكم البطاطسايه حلوه مليانه ماسكه نفسها ازاي. بصوا وانت بتقطمي بتعمل تك القطمه بتاعت وانت بتقطميها كده لها صوت، مش مستويه، لا ماسكه نفسها وماسكه نفسها كويس جدا. هنا البطاطس بتاعتنا بردت. بصوا الصابع بصبعه تحفه وشكله جميل، والصوابع مليانه عشان لما تيجي تحمريها بعد كده تلاقيها مقرمشه من بره وزي الزبده كده من جوه، تجنن. هنا بقى مش هنحطها في زيت وحوارات تاني. هنا معلقتين نشا زي ما انتم شايفين اهو، واروح مقلبه البطاطس في قلب معلقتين النشا. تحفه يا جماعه تحفه. انا من ساعه ما جربتها وخلاص انا ادمنتها، ما بقتش اعمل بطاطس الموزيت دي خالص تاني خالص. اهو هنروح ملفينها بالورق الاسترتش اهو زي ما انتم شايفين اتغلفت كلها بالنشا كده. اللي وصفه البطاطس خلصت في ثواني، خلصنا اهو. هنروح لفينها بالاسترتش زي ما انتم شايفين، وهنحطها في الفريزر بتاعنا لحد ما نخلص باقي وصفاتنا، تكون هي اتجمدت ويبقى وصفاتنا كلها خلصت النهارده اهو. عشان كده انا بدأت بالبطاطس كده، البطاطس بتاعتنا خلصت. يلا بينا نبدأ في وصفتنا التانية وهي الكب كيك. ده نص دي كوباية لبن عادية حطيت فيها معلقتين خل بقت زبادي، ونص كوباية سكر، ونص كوباية سمنة على زيت. وهنا لما نيجي نعبي المعيار اللي الدقيق بالكوباية ما نعبيش بالكوباية، نعبي بالمعلقة عشان الكوباية ما تبقاش متكوكة ويبقى العيار كده مش مظبوط. بضاية واحدة، بيكنج باودر، فانيليا. بس ادي المكونات بتاعتنا البسيطه خالص، كله في الخلاط. ادي السكر بتاعنا في الخلاط، وادي معاه البيضه ومعاه الفانيليا بتاعتنا. ادي الخطوات زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجه قدامكم اهو. هنا حطينا السكر والبيضه والفانيليا، وهنا نص كوبايه زيت على سمنه. زيت بس يبقى زي الفل، اهم حاجه الزيت يكون نظيف ما يبقاش له ريحه. وهنا نص كوبايه اللي هي يا اما زبادي يا اما نص كوبايه لبن عليها معلقتين خل. الخل نفسه محسن طبيعي لاي معجنات، تحفه. هنا حطيت نص معلقه نشا اللي هي كانت في الطبق، ودي نص معلقه كبيره بيكنج باودر. بس كده. وادي كوبايه الدقيق كله مره واحده في الخلاط واضربي وزي الفل. وكده وصفتنا خلصت التانية.
ما شاء الله، اللي هو الكب كيك بتاعنا. طبعا انا بجيب العلبه دي بيبقى فيها 100 واحده بكام؟ انا كنت جايبها 15 جنيه بس من فتره كبيره، ما اعرفش دلوقتي بكام بصراحه. هنحطه الاماكن بتاعتها اللي هي المعيار بتاعها دي، الصينيه بتاعتها، ونروح صابين عجينه الكب كيك بتاعتنا في قلب القوالب اهو. بصوا بالظبط، سبحان الله، يعني هي ربنا معايرها. سبحان الله، بالظبط جمله 12 اهو. تمام، هنحطها في فرن متسخن مسبقا على حرارة 180. تمام يا حبايبي، يلا بينا نبدأ في الوصفة الثالثة بتاعتنا. هنعمل أحلى بسكوت كوكيز الولاد بيموتوا فيه، وإحنا كمان بنموت فيه بصراحة. كل الحاجات دي هايلة وتحفة وجميلة لللانش بوكس كل يوم الصبح. هنا نص كوباية سمنة، ما بين متجمدة وما بين طرية، يعني مش عايزاها جامدة زي الحديد من التلاجة، ومش عايزاها سايبة خالص عشان لسه الجو حار، ما بين البنين كده. وهنحط معاها نص كوباية سكر مضروب مفروم ناعم. هنمسكهم بقى مع بعض كده بالمضرب، يبقوا ياخدوا الشكل الكريمي زي ما انتم شايفين اهو. هنحط معاهم بيضة واحدة بس، والبيضة معاها 2 كيس فانيليا. مفيش اسهل منه، وعمايله سهلة، مقاديره سهلة، كل حاجة فيه سهلة، واكله كمان سهل. كده قلبنا كل المكونات بتاعتنا على بعضها اهو زي ما انتم شايفين، واخد الشكل الكريمي كأنه عامل زي الكريم شانتيه كده. ونحط مقدار الكوبايه بتاعتنا زي ما انا قلت لكم، ما نحطش الكوبايه، ما نعبيهاش كده في الدقيق تتدك ببعضها، لا، حطي في الكوبايه دي بالمعلقه عشان تبقى المقدار بتاعها مظبوط. هنا انا خدت كوبايه كامله، طبعا لسه انا العجينه لسه سايبه معايا، فهاخد بقى نص كوبايه كمان، وهبدا احط معلقه من الدقيق. ما تحطش الدقيق مره واحده. انا ما حطيتش بيكنج باودر، انا حطيت اللي هي بيكنج صودا، اللي هي الكربوناتو. البسكوت الكوكيز ما بتحطش عليه بيكنج باودر، يعني دي ملحوظه لازم تبقوا عارفينها. بيتعمل بالبيكنج صودا اللي هي الكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، على حسب بقى انتوا عارفينها بأني اسم يعني. هنا العجينه بتاعتي لو انا هقسمها شوكولاته وحليب، ما يبقى مش هديها كميه الدقيق بتاعتها كامله، هسيبها فيها سن التلزيقه، وبعدين اقسمها واحط المعلقه الدقيق على الابيض، اكمل بيه المقدار بتاعه، واحط بدل معلقه الدقيق على المقدار التاني معلقه الكاكاو الاسباني او الكاكاو الخام، عشان برضو ايه ما تبقاش ناشفه معاكي. ولو نشفت معاكي العجينه، اديها بس ايه نص معلقه صغيره كده زبده او سمنه، هتطرى معاكي وهتتظبط وهتبقى زي الفل. هنا خلاص انا شكلت اهو، بصوا شايفين جميله ازاي، وبتبرق وبتلمع وما فيهاش اي تشققات اهو، ان كانت البيضه ولا الشوكولاته الاتنين مع بعض. وهنا ده تشوكلت شيبس، انت ممكن تعمليه وتدخليه في قلبها كمان وما تحطيش على الوش، وممكن تحطيه في قلبها وعلى الوش، وممكن على الوش بس. كل ده على حسب انت عايزه تعمليها ازاي. مفيش اسهل منها ومفيش اجمل منها، وقد ايه بنحبها كلنا. المهم واحنا بنعملها ما تكبريش الحجم. بصوا الحجم بتاعها عامل ازاي، جميل ومقطقط وزي القمر. دي بعد السوى هتلاقيها بقى تحفة ومظبوطة وجميلة جدا اهو. كده حجمها معاكي جميل قوي قوي، وبعد السوى هتلاقي حجمها مظبوط وفي منتهى الجمال، مش هتلاقيها فرشحت منك كده وبقت عاملة زي القرصة، لا، يعني اظبطي حجمها وهي لسه عجين اهو. بصوا على الفرن على طول، زي ما انتوا عارفين اي معجنات بتخش على فرن سخن، دي اهم نقطة. وعلى ما خلصت الكوكيز كان الكب كيك خلص وطلع. بصوا الجمال، شوفوا الحلاوة، شوفوا قد ايه قابب ولونه حلو وتحفة، ما شاء الله عليه وعلى جماله، يجنن كده، وريحته مفحفحة وقلب البيت، اللهم صل على النبي. هنا بصوا هدي شوية، بصوا بتشيلوا الورقة بتاعته، بصوا من قلبه، بصوا عامل ازاي، بصوا سبونج تحفة، يجنن على جماله وعلى طعامته. يجنن كده ما شاء الله. بصوا يا جماعة، الزبادي أو اللبن الرايب، الحاجات دي بتخلي المعجنات طرية وهشة، تحفة تجنن كده. كده احنا خلصنا تفريز البطاطس وعملنا الكب كيك، وادي كمان الكوكيز طلع من الفرن، يا جماله يا جماله. بصوا الجمال، بصوا الحجم بقى، شايفين الحجم عامل ازاي، حجم تحفة، حتى يا دوبك عمل لنفسه قاعدة، ما فرش كده وساب من بعضه، لا، الواحدة بوحدتها زي ما دخلت الفرن زي ما طلعت، يا دوبك عملت لنفسها قاعدة فقط، مظبوطة اهو. بصوا بكوباية ونص دقيق، يعني الطبق الفظيع التحفة ده بكوباية ونص دقيق، شايفين الجمال، الله اكبر عليه. هنا علشان خاطر ان هو يفضل، بصوا هنا الاول اوريكم القوام بتاعه دايب ذوبان،
بصوا انا يعني عايزه اقطمها بس كده اوريها لكم، مش متحمله في ايدي القطمه بتاعتها. هنا عشان يفضل مقرمش وبجماله وبطعامته دي لازم يتحط في علبه محكمه الغلق بس بعد ما يبرد، يعني هنا معايا برد خالص. هنا احنا خلصنا كل بقى احنا قلنا ايه، التفريز البطاطس والكب كيك والكوكيز. يلا نعمل الوصفه الجامده. احلى معجنات شويه كايزر مع عيش الصغير الشامي اللي هو زي بتاع الفول والطعميه الصغنون ده في السندوتشات. تحفه تحفه خطير كده. هنا ده بقيه الدقيق حوالي بعد ما اشتغلنا بيه الشغل ده كله اللي فاض معايا حوالي 650 جرام من الدقيق. هنحط عليهم ايه مقادير. حطيت معلقه واحده خميره فوريه، حطيت معلقه كبيره سكر، حطيت رشه ملح، وادي نص معلقه كبيره بيكنج باودر، ودي المواد الجافه كلها قلبتها ببعض. دي كوبايه لبن. بصوا حطيت فيها برضو معلقتين الخل، في ثواني بقت زبادي او بلبن رايب اهو، وفنجان الزيت فقط لا غير. مفيش حاجة خالص غير كده. شوية معجنات اقتصادي تحفة ويجننوا وملهمش مثيل في الجمال والريحة والطعام. كفاية البيت اللي بيبقى مفحفح كده على الصبح، كفايه فريزرك تطلعي كده منه الحاجه متجمده. لو انت ما عندكيش مايكرويف وسبتيها على الرخامه لحد ما بعد ما تصلي الفجر كده وتجهزي اللانش بوكس لابنك، هتلاقي الحاجه فكت معاكي وطريه كانها لسه معموله حالا. تحفه يا جماعه تحفه. هنا العجين انا متعوده اديله عجنه واسيبه شويه 5 دقايق يرتاح. بصوا بتلاقوا دي بقى مطه وبيبقى جميل جدا. ماده الجلوتين فيه بتشتغل اكتر وبيريحك، ما بتعمليش فيه مجهود اهو. بروح فرداه وحاطه حته الزبده بتاعتي واروح مكمله في عجن بتلاقيه بقى في ايدك عامل زي حته الملبن. حته عجينه بتبقى معاكي تجنن اهو. بصوا شايفين ملبن. ودي مطه وجميل ازاي كده. انا خلصتها في ثواني، هسيبها نص ساعه ترتاح ونشوف احنا هنعمل ايه. بس كده. هنا زي ما انا قلت لكم كذا مره، انا ما بسيبش العجينه تاخد التخميره كامله. انا بحب التخميره الكامله دي ساعه ما ادخل الحاجه الفرن. هنا نص تخميره كده وبدات بحس وانا بقطع فقاقيع في ايدي، يعني داخله على الخمران بقى العلو بتاعها. بس انا مش بسيبها لحد ما تعلى جامد وهبطها والكلام ده لا. رحت ماسكه العجين عاملاه كور صغيره، الكوره قد البيضه، ميزان من 40 ل 50 جرام زي ما انتم شايفين. جم معايا كام كوره؟ جم 21 كوره اهو. هنا خلصنا الكور بتاعتنا، الكوره الاخيره صغنطوطه كده. هغطيه وهبدا اشتغل من اول كوره انا عملتها. هنا انا هجيب الصاج بتاعي، هبدا بالكايزر لان الكايزر لازم يتركن عشان يفور، يعني يخمر بقى، ياخد التخميره بتاعته المظبوطه عشان ندخله الفرن. مش هنيجي ناحيته تاني بعد ما بيعلى في شكله اللي احنا زي ما انتم شايفين كده، اللي هو اللي شكل الكايزر اللي احنا رسمناه ورصيناه في الصينيه. ما بنجيش ناحيته تاني بعد ما بيعلى، بندخل بقى على الفرن على طول اهو. بصوا تفرديها وتروحي برمه وتروحي مقفله وحطاها في الميه مسكر، وبعدين حطاها في سمسم او في حبه البركه او من غير حاجه خالص. دي برضو حاجه ترجع لك وعلى حسب امكانياتك. بصوا مفيش اسهل ولا اجمل من كده. تحفه تحفه يجننوا. خليكم بس مركزين معايا ان كل الشغل اللي احنا اشتغلناه ده كله بكيلو واحد دقيق. تمام. هنا الصاج بتاعنا خلص. احنا طبعا الكور بتاعتنا كانوا جايين 21 كورة، احنا عملنا دول 10 كايزر اهو. الصينية دي واخدة كده 10 كايزر. هنسيبها بقى ونغطيها، نلفها لفة حلوة ونسيبها على جنب كده لحد ما تاخد الخمران بتاعها المظبوط قبل ما ندخلها الفرن. يلا هنعمل ال 11 قطعة الباقيين هنعملهم ايه؟ هنعملهم عيش عصاج اللي هو البطبوط. شايفين؟ بصوا على جماله مقطقط وجميل العيش الشامي بتاعنا الصغير. عملنا كل الانواع اللي الولاد بيحبها. تقومي بقى هو يختار منيو، هتاخد ايه النهارده؟ هاخد كذا. هعمل لك سندوتشات في ايه النهارده؟ اعملي لي بكذا. يعني هو مش حارمينهم من حاجه الحمد لله، وكله على قد ايدينا وعلى قد امكانياتنا. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. هنا العيش بتاعنا ده يا حبايبي بيتفرد شويه دقيق على الرخامه وشويه دقيق على وشه، وبالنشاوه بتفرديه ياخد سمك مظبوط، لا هو رقيق ولا هو تخين. بس كده كده ال 11 رغيف بتاعنا او ال 11 لقمه خلصناهم. شايفين جمالهم ما شاء الله، ما خدوش معانا 5 دقايق. الله اكبر عليهم. هنحط ده ما بيتسابش يخمر. ده هنحط الصاج على النار على طول زي ما انتم شايفين كده. دي طبعا صينيه عليها فوطه اللي هنطلع عليها العيش المستوي بتاعنا ابو ريحه مفحفحه الحلو ده. هنا هنحطه على نار وسط، لا هي عاليه قوي ولا هي واطيه خالص.
هنا حطينا اللقم بتاعتنا على الصاج، بتقلبي على طول علشان يبقى وشه زي ظهره، ما يبقاش ناحيه تخينه وناحيه رقيقه اهو. بصوا بقى الجمال ده، شوف يعني معاكي زي البلالين بقى، ويبقى يعني شكله بس وهو بيستوي يجنن ما شاء الله. بصوا الحلاوه دي، ما شاء الله على جماله وعلى حلاوته وعلى ريحته، الله اكبر. تحسي بالخير، تحسي بايام زمان الحلوه، تحسي بالبركه في البيت، ريحه العيش. الله، ايام الجدود والخبيز في البيت، كان البيت بيبقى كله روايح حلوه وكله بركه. الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله. تحفه يا جماعه، تحفه. شويه عيش بيتكلموا، بيحكوا عن نفسهم، شايفين ورد، ورد بلدي كده. كده احنا خلصنا كل الوصفات بتاعتنا، وادي كمان الكايزر طلع من الفرن. بصوا على الجمال وشوفوا الحلاوه، بصوا، الله اكبر عليه. الحاجات دي بقى اللي بيقولوا عليها في الفرن اسمها ريتش، حاجات معموله بزبده ومعموله بزيت نضيف يعني حاجات بالنسبه لهم متكلفه. احنا لو عايزين نكلف اكتر من كده هنكلف، بس احنا عاملينه بشكل اقتصادي. بصوا العيش بتاعنا، بصوا، تمسكوه في كف ايديكم وتضموه يرجع مفروض زي ما هو، طري زي الملبن. شويه عيش زي الملبن، اذا كان الفينو او العيش الكايزر الصغير، اللي هو العيش الشامي الصغير، اللي هو بتاع الفول بقى والطعمية والجبنة والطماطم والخيار والحاجات الحلوة الطعمة دي اللي بتأكل، والولاد بتموت فيها والله، وإحنا أكتر منهم. يلا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف الجمال كده، واحدة واحدة نشوف إحنا عملنا إيه من بداية الفيديو. دي البطاطس بتاعتنا، بصوا اتفرزت، بصوا جمدت إزاي اهي. بصوا مش ماسكه ببعضها ليه؟ علشان فيها نشا، يعني بيجي يفرزوها اللي بتاعت الزيت بيحطوا الصابع جنب الصابع. دي انا بحط النشا عليها وافردها في الصينيه واغطيها وادخلها الفريزر على طول، بتطلع مفرفره زي ما انتم شايفين كده وتجنن. شفتوا ال3 كيلو عملنا بيهم كام كيس بطاطس؟ تقومي تحطيها في الزيت على طول. يعني اظن ريحتك على الاخر. لحد البطاطس كمان عملناها. ادي البطاطس بتاعتنا عملت لنا 8 اكياس، وادي الكوكيز، وادي العيش الفينو، وادي العيش الكايزر، ودي الجبنه والمربى اللي احنا جايبينها من السوبر ماركت، وادي احلى واطعم كب كيك ممكن تعمليها في حياتك، واسهل حاجه ممكن تعمليها في حياتك. بس كده احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا الجميل بكل وصفاته، وكله بكيلو واحد دقيق. الله اكبر، ما شاء الله لا قوه الا بالله على الجمال وعلى البساطه وعلى التوفير. وكل ده ما كلفناش حاجه خالص، هو بس اللي احنا اشتريناه من بره. بصوا الفين من جوه عامل ازاي، بصوا اللي بيقولوا عليها ايه، اللبه بتاعته زي الزبده كده من جوه. كل اللي احنا اشتريناه لزوم السندوتشات، الجبنه والمربى من بره. انا السنه دي ما عملتش مربى فراوله، ومن اكتر الحاجات اللي انا ندمت عليها طبعا. الحمد لله على كل شيء. هنا خلصنا حبايبي الفيديو بتاعنا الجميل اللي كله وصفات سهله وبسيطه واقتصاديه ولازمه طبعا للايام اللي جايه عشان المدارس واللانش بوكس والاولاد. كل حاجه عملناها هم بيحبوها وبيعشقوها، حتى البطاطس المحمره لسندوتشاتها. وبألف هنا وشفا. اوعوا تنسوا لايك يا حبايبي عشان الكل يستفيد ان شاء الله. وكل عام دراسي وانتوا واولادكم بألف خير يا رب، وبالتوفيق ليهم ان شاء الله. استودعكم الله واحبكم في الله. بدأناها ببسم الله والصلاة على رسول الله، وننهيها ببسم الله والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي، يا سيدي، يا رسول الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.